بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. جاءت التوصيات الكثيرة في التقوى. أمير المؤمنين جمع التقوى بجملتين: يا أمير المؤمنين ما هي التقوى؟ قال: ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. جمعها بهذه. التقوى عادة الإنسان يتقي من أشياء يخاف منها، فكيف لا تخاف من سخط الله ومن عقوبة الله ومن عذاب الله؟ شلون ما تخاف من عنده؟ فعليك أن تتقي، أن تعيش التقوى. التقوى أيها الأحبة هي الوحيدة التي نأخذها معنا إلى قبورنا، التقوى الوحيدة التي نأخذها معنا إلى قبورنا. لا نأخذ لا علما ولا جاها ولا مالا، التقوى هي التي نأخذها معنا. ولذلك علينا بالتقوى. تزودوا إن خير الزاد التقوى، خير الزاد لقبرك، خير الزاد لذلك المسير الطويل، خير الزاد التقوى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: علامة التقوى ثلاث. الأولى علامة المتقين إخلاص بالعمل، ثانيا قصر الأمل، ثالثا اغتنام المهلة. نحن في المهلة. قصروا آمالكم، لا تعيش الأمل الطويل. أنت تمشي والموت يمشي وياك. الناس يطلبون الدنيا والموت طالبهم. يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان عندما يعيش الأمل الطويل ينسى القبر وينسى الحساب وينسى العقاب وينسى كل شيء. الأمل الطويل عندما يعيشه مع كل الأسف الإنسان. أمير المؤمنين في يوم من الأيام مع أصحابه فقال لهم: إني أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة، وإحنا نريد لازم نعيش مع الآخرة، لأن إحنا ما خلقنا للدنيا، خلقنا للآخرة، ما انخلقنا للدنيا إحنا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه العلامة الأولى، قصر الأمل عند المؤمن، عند المتقي. دائما ما يعيش أمل طويل، واللي ما يعيش أمل طويل عينه للآخرة. الثانية إخلاص العمل. الإخلاص هو مسألة قلبية، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص بالعمل. إنما الأعمال بالنيات. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: تصفية العمل خير من العمل. تصفية العمل خير من العمل. يقول له: يا موسى، حديث رائع في إخلاص العمل: يا موسى ما أريد به وجهي فكثير قليله. حتى لو كان قليل، ما أريد به وجهي فكثير قليله، وما أريد به غيري فقليل كثيره. مش قد ما يصير كثير هو قليل، ما أريد به غير وجهي. إذن علامة المتقي دائما يعمل كلامه قوله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالكلمة بالعمل لله سبحانه وتعالى، خالص صدقته، علمه، موعظته، كلها لله. اللهم اجعل أعمالنا لك يا رب العالمين بحق محمد وآل محمد. الصفة الثالثة اغتنام المهلة. أنتم الآن في مهلة، وبعد هذه المهلة قبر وحساب وعقاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن في أيام مهلة. يا أبا ذر، يا أبا ذر، أنت في مهلة. يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5. هاي المهلة الذي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اغتنم حياتك قبل موتك.
واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم غناك قبل فقرك. في غناك أنت تستطيع أن تغني فقراء وتسد جياع، اغتنم. واغتنم فراغك قبل شغلك، لأنك في أيام مهلة. الأيام المهلة هذه غنيمة تعتبر. نحن في أيام مهلة، لا تفوتكم هاي أيام المهلة. الدنيا مزرعة الآخرة. أمير المؤمنين كان يمشي في السوق، في سوق الكوفة، والناس مشغولة بالأعمال والتجارة والعمل، وهو ينادي: الآن 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 الآن، حساب عمل اليوم ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الآن الآن، قبل أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. الآن الآن، قبل أن تجف الأقلام وتطوى الصحف. الآن الآن، بصلاة، بصيام، بصدقة، بصلاة ليل، بقراءة قرآن، بكف عن محارم الله. الآن الآن الآن، هذا هو وقتها. الآن الآن. الله يصف المتقين، يا ريت هاي الصفة إن شاء الله كلنا موجودة عندنا في سورة الذاريات من آية 15. بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ما كان عملهم إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. هاي الصفة الثانية للمتقين. وبالأسحار هم يستغفرون. الصفة الثالثة: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء المتقون قليل من الليل ما يهجعون. ماذا يفعلون؟ وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق. والله يقول في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من المتقين، من المستغفرين في الأسحار. جعلنا الله وإياكم من المنفقين. جعلنا الله وإياكم من الكاظمين الغيظ. جعلنا الله وإياكم من الذين يحسنون إلى الناس وإلى الآخرين.